السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله نحضر معكم الكتفة محمرة في الفرن بطريقة جد سهلة وبسيطة وكتجي لذيذة، ورافقتها مع الكريمة ديال الفطر اللي اللي كتجي واعرة وسهلة في التحضير. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. ونبداو على بركة الله. بسم الله. مع الطريقه ديال التحضير، اول حاجه نبداو بالتتبيله ديال الكتفه. كنحتاجو معلقه صغيره د الملحه، معلقه صغيره د الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود ولكن ما معمرش بزاف، غير شويش، ملعقه صغيره ديال سكينجبير زنجبيل، كذلك قزبر يابس، معلقه صغيره ايضا ديال التحميره، وغنضيف السمن بلدي. انا استخدمت نصف ملعقه صغيره لانه هذا اللي عندي حار بزاف، فاستخدمت غير النصف. وملعقه كبير ديال الزبده، كنجمعوهم 4 كاس ديال زيت الزيتون، كنخلطوا كلشي مع بعضياتهم هيدا ساكين دامجو مزيان. صافي هيدا من بعد ما كتندمج مزيان تتبيله مع بعضيتها كما كتشوفوا. دابا غناخدو الكتفه، كناخدو بعدا موس وغنثقبوها هيدا باش كتدخل فيها التشرميله لداخل على هذا الشكل هذا. وناخذ الثومه، 7 ديال الفصوص ديال الثوم صغارين، هيدا كنعملو ديك التقيبات. صافي من بعد هيدا كنبداو نشرملو الكتفه ديالنا. هيدا كنشرملوها مزيان. Oh Allah, the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide. صافي هنايا من بعد كنغطيو بلاستيك غدايق ونخليوها ترتاح باش كتشرب ديك الترميله مزيان. كل ما خليناها مده طويله كل ما كانت احسن. هنايا في صينيه عامله بصله هيدا مقطعه جناوح، 2 اوراق ديال الغار، وكذلك ازير، صافي غنعمل فوق منه الكتفه. وداك التشرميله اللي بقات في الطبسيل ما كنضيعهاش، كنضيف الماء، هي اللي غنمرق بيه ونخلط كلشي مع بعضياتو، هي اللي غنضيفها فوق البصله باش تزل البصله كتجي منكهه. وغنمرق اللحم غنمرقه ب2 كيسان ديال العنبه ديال الماء، وإلا بقى خص الماء ديك الساعات كنزيد، يعني على حسب لان البصله راه كتطلق الماء من بعد. فانا هنايا زيد 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء. صافي دابا من بعد ما مرقتها هدا كنوزعها مزيان باش كامله تجي مرقه. دابا نغطيها. اول حاجه نغطيها بورق الزبده، هو الاولي هذه كنغطيه مزيان. موراها عاد غنغطيها بالالومنيوم. صافي وغندخلوها طيب على نار مهيله، يعني الوقت كيبقى على حسب. انا الكتفه هذه كانت صغيره ماشي الحجم كبير، فاخذت لي تقريبا 2 ساعات ونص حتى 3 ساعات. كما قلت لكم كنخليها طيب على خاطره مره كنعريه ليها وكناخذ ديك المرقه وكنكبها من الفوق اللحم باش ما كتجيش اللحم ناشفه. وإلا كنبقى خص المرق شفتوها نشفت واللحم باقا ما طابتش كنزيدو.
صاني من بعد ما خرجتها كما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالها. دابا غندوزو باش نحضروا كريمه ديال الفطر. ودابا ندوزو باش نحضروا كريمه ديال الفطر اللي عرافقه مع اللحم. الطريقه ديال التحضير ديالها بحال صلصه ديال البيشاميل. هي زيد عليها الفطر والبصله. اول حاجه درت في كاسرونه معلقه كبيره ديال الزبده خليتها حتى كتذوب. موراها ضفت نصف حبه ديال البصله متوسطه مشلده. كنضيف عليها 200 غرام ديال الفطر. انا هنا استخدمت الفطر المعلب 200 غرام، خلطته صفيته ضفتو هيدا. كنخليوه يتشحر مع البصله شويش. موراها كنضيفو معلقه كبيره ديال الدقيق. كنخلطو كلشي مع بعضياتهم على نار تكون مهيله. من بعد كنضيف كاس ديال المرقه اللي حيدتها من الطاوه اللي طلقت البصله واللحم، كاس العنبه بالضبط. هيدا حتى كنخلطو بعدا كلشي عاد كنضيفوها. هيدا بالنسبه للتوابل فما ضفتش يكفي ديك المرقه هي اللي تنكه لي الكريمه. فقط جاتني انا شويش مسوسه، ضفت شويه الملحه. انا اكتفيت بك التوابل اللي في المرقه. ضفت شويه الملحه مقيسه جاتني ناقصه. انا باقي غنضيف الكريمه والكريمه حتى هي مسوسه. فدابا غنضيف 200 مليلتر ديال الكريمه ديال الطبخ. ويمكن لكم تعوضوها بالحليب، يعني ماشي ضروري كريمه، كاين كريمه كتجي افضل. صافي غنخلطو كلشي مع بعضياتهم. هيدا مع التحريك المستمر حتى الخليط كيوصل لدرجه الغليان وكيبدا يتقل، كيجي القوام كريمي. ديك الساعات كنطفيو عليها. صافي هانتوما بعد ما غلت هيدا كتجي كريميه. صافي هنايا غنطفيو عليها. دابا غندوزو باش نقدمو اللحم. هنايا عملتو في صينيه فرشت فيها الخس في الحاشيه، وعمرت زليفات عملت فيهم كريمه اللي حضرنا، وكذلك رافقتها مع الخضره. عملت هيدا اللوبيا، شحرت مع زيت بلديه وربيع وتشرميله. وهذا شيء اختياري، نتوما رافقوها مع اي حاجه كتبغيوها. كذلك عملت القرعه خضراء وخيزو والبروكلي. كذلك عملت هنايا عويدات عملت فيهم زيتون وطوماط سوغيس والجبن. هيدا من الفوق اللحم. صافي وها الشكل النهائي بعد ما قدمت كتفه ديالنا. كيجي شكل رائع، وتا المذاق كتجي لذيذه مع ديك الكريمه ديال الفطر حتى هي كتجي واعره. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. اللحم كتجي فتيه ما كتجيش ناشفه كما كتشوفوا. وهيدا كنكونوا سالينا الوصفه اليوم. ان شاء الله تنال الاستحسان ديالكم. تلاقاو في وصفات قادمه باذن الله. شكرا للمتابعه. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.